السلام عليكم ومرحبا بكم. قبل كل شيء صلوا وسلموا على سيدنا وحبيبنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم. اليوم خياتي العزاز راح اجيكم بوصفه تاع تليتلي بلا ما نفورو على السريع، والنتيجه ما شاء الله والبنه روعه. ما نطولش عليكم خياتي العزاز، نجوزو نشوفوا المقادير وطريقه التحضير مع بعض. هي كما راكم تلاحظوا عندي نص واد تاع الدجاج، عندي الخضره، عندي زروديه واللفت والقرعه، عندي حبه بصل مقطعه رقيقه قطعتها في الاشواط مع 4 سنينات ثوم، حميصه، عندي عكري، كركم، ملح، راس الحانوت، فلفل كحل، زيت والسمن وطماطم تاع العلب، وعندي العكري. الحاجه الاولى احنا نحكموا الكسرونه تاعنا نديروا فيها ملعقه صغيره تاع السمن اللي راح تعطيها بنه ما شاء الله. نزيدوا معاها شويه تاع الزيت، نحطوا الدجاج تاعنا على حساب افراد العائله تاعكم، نتبلوها بشويه ملح ونحطوها فوق النار. هذه الوصفه ما شاء الله ما فيهاش تفوار، ما فيها حتى تعب. نزيدوا هنايا نضيفوا حبه بصل كبيره، تكون كبيره هي اللي راح تختر لنا المرقه. نزيدوا شويه تاع حميصه كنت مشمختها من قبل، عفوا، ملعقه تاع الطماطم، شويه راس الحانوت، فلفل اسود، قرفه، كركم وعكري. خلطوا كامل هاد التوابل مع الدجاج والبصل والحميصه، والنار راهي ناقصه خياتي العزاز. كما كل مره نقول لكم وخلوها تتجمر براحتها، ما نديروش كامل الماء. نجوزو هنايا راح نديرو الخطوه الثانيه تاع التليتلي. عفوا، درت شويه زيت في المقله تاعي وحطيت علبه تاع التليتلي صغيره ونحمصها حتى تاخذ لي هذاك اللون الذهبي حبه بحبه. انا راح نضيف شويه تاع السمن ونخلوها حتى تتشرب كامل هذاك الإدام. نولو لاصوص تاعنا والدجاج هنايا خياتي العزاز. بعد ما تجمر لي هذاك الدجاج وهذاك البصل طلق كامل الماء تاعو كما راكم تلاحظوا. دوك واش راح ندير؟ درت هنايا زروديه، انا ما نفضلهاش بالخضره، كي عاد الزوج تاعي يحب الخضره درتها له بالخضره، وانتم تقدروا تستغناو عليها ديروا غير بالحميصه. وتمرقي وتغطي عليها على نار متوسطه. هنايا التليتلي شوفوا اللون اللي خداه لي، تحمر لي حبه بحبه. هذه النتيجه اللي راني نحوس عليها. هي الدجاج نضربوا عليه طله خفيفه. هنايا راهو طابلي الدجاج، نحوه على جانب، من بعد ان شاء الله نعطوه تحميره خفيفه في الفرن. نحو الدجاج تاعنا، انا درت على حسب الافراد العائله وانتم على حساب عائلتكم. نحطوا التليتلي تاعنا في لاصوص، الا كانت لاصوص تاعكم تكفي ما تزيدوش الماء، والا ما كانتش بزاف تقدري تزيدي الماء. هنايا راح نحط الخضره تاعي، قرعه، لفت، ونخلطهم ونقصوا النار كامل. لازم النار تكون ناقصه مليح باش يطيب براحته كيما نطيبوا الرز. ونغطيو عليه. هنايا الدجاج تاعي دوك نغطيه بابي الومنيوم، من بعد نديرو في المول وندخلو للفرن مع شويه سمن يتحمر ليه، ياخذ ليه هذاك اللون الذهبي. هنايا راح ندخل الدجاج تاعي للفرن، نحطو في المول اغاتا ولا اي سنيوه عندكم في الدار، وندهنوه بشويه سمن. انا نفضل ندير السمن، راح يعطي له لون شباب ويجي مقرمش من الفوق خير من الزبده، راني مجربتها. دهنو غير من الفوق بشويه سمن، هذا السمن اللي راح يعطيها هذاك اللون شباب وتجي مقرمش من الفوق. هنا يا خياتي العزاز نديرو طله خفيفه على التليتلي تاعنا ونخلوه يطيب براحته، ونحركوه باش ما يلصقناش القاعده، ونشوفوا طبق تليتلي مع بعض في شكله النهائي. هذا هو التليتلي اللي درناه اليوم مع بعض، تليتلي اكسبريس سميته. ما فيه لا تفوار لا 5 خطرات لا 6،
طيبيه يطيب لك على حبه بهذه الطريقه باذن الله. من اليوم راح تبدي تستغني على هذه الطريقه تاع التليتلي، ما يشدش منك الوقت والبنه ولا اروع. نتمنى ان شاء الله تكونوا تبعتوا المراحل خطوه بخطوه ورافقتوا مع شويه حار رحيتوا في الاشواق وسنيناتهم. وما بقى لي في الاخير نقول لكم تهلاو في رواحكم ونتلاقاو في ساعه الخير. سلام.